السفر الحاجه اللي كتير مننا عايز يعملها بس الميزانيه مش مساعده، سواء انت طالب او دخلك مفهوش الرفاهيه ان انت تصرف كتير على السفر، بس في نفس الوقت انت عايز تسافر بره، عايز تشوف الدنيا فيها ايه وممكن كمان تقوي السي في من خلالها. في الفيديو ده هقول لك ارخص طريقه تسافر بيها بره من غير اي حاجات مستخبيه، هقول لكم كل التفاصيل، لان انا كنت بقعد كتير جدا ادور على فيديوهات ازاي اسافر باقل تكلفه او ازاي اسافر بره والموضوع اضمن ازاي ان هو يكون امان وفي نفس الوقت ما ادفعش كتير. كل الريفيوز اللي انا كنت بشوفها كانت دايما بتبقى على تو ابلكيشنز، ايزك وولت باكرز. ايزك يعتبر معروف اكتر في الدول العربيه، وليا واحده صاحبتي شخصيا سافرت معاه في 2023 لتركيا، وللامانه تجربتها ما كانتش احسن حاجه. فبعد ما قعدت اتفرج على الريفيوز لقيت ان ما فيش اي حد عربي عامل محتوى ليه علاقه بالتطوع غير بنت واحده كانت تونسيه او مغربيه تقريبا. كنت مبسوطه قوي وانا بتفرج عليها ان فعلا في حد بيتكلم في موضوع التطوع ده في العرب، ولكن انا كنت حابه ان انا اشوف حاجات اكتر، ان في الاخر انا مش عارفه مثلا هل ده اعلان، هل ده فعلا امان، طب ليه ما فيش حد بيعمل الموضوع ده طالما هو فعلا موفر. يعني انا دايما بسمع عن التطوع واسمع عن قد ايه هو حاجه قويه ليك في السي في، حاجه قويه ليك ان انت تتعلم مهارات جديده. المبلغ اللي انت بتدفعه في التطوع بيبقى اقل من نص او ربع المبلغ اللي انت تدفعه في السياحه، لان انت ولا بتدفع اكل ولا تنقلات ولا شرب ولا سكن ولا حاجات كتيره جدا هقولها لكم في الفيديو ده. فالحمد لله لما ربنا سهل لي فرصه التطوع دي حبيت ان انا اشاركها مع الناس اللي زي اللي بيحبوا السفر، عشان اقدر افيدهم اكتر ان هم ازاي يسافروا فعلا باقل تكلفه، واقول لهم تجربتي هل الموضوع كان امان ولا لا، ايه المصاريف اللي انت فعلا بتدفعها، التواصل مع الابلكيشن بيبقى عامل ازاي وكل ده. فانا قلت ان انا مش هحكم على تجربه صاحبتي اللي راحت مع ايزك، ولكن انا هخش في الويب سايت ده وفي الابلكيشن ده اشوف الدنيا فيها ايه. وقلت برضو التجربه دي حاجه شخصيه، سيبنا بالتجربه خلينا في المصاريف. في 2023 صاحبتي دفعت ويب سايت ايزك بس 3200، وانا في 2024 دفعت الورلد باكرز حوالي 2500. صاحبتي دفعت اظن اكتر من 2000 جنيه مصاريف للورق وكل ده، انا ما دفعتش غير حاجات بسيطه ممكن ما كانتش تعدي ال 300 جنيه. هل الورق ده كان ليه علاقه بس بالفرق بين الابلكيشن والويب سايت، ولا يمكن الموضوع كان اصعب بالنسبه لها عشان تركيا ليها ورق اكتر؟ انا صراحه مش عارفه، بس انا بحكي لكم الموضوع كتجربه كامله. فكده بالنسبه للفلوس، اول نقطه تروح لورلد باكرز عشان كانت مصاريفه اقل بكتير. تاني حاجه ان انا قررت اخش على كل واحد منهم بنفسي، بحيث ان انا اشوف الميزات والعيوب، هل انا قادره افهم الويب سايت ده كويس من غير ما حد يشرحه لي. وصاحبتي اللي راحت معاهم حكت لي ان هي كانت بتتواصل مع الفريق بتاعهم من مصر، هم كانوا بيردوا يمكن متاخر بس كانوا بيردوا، فدي طريقه التواصل او الطريقه اللي هي فهمت بيها الويب سايت. بالنسبه لورلد باكرز انا لما دخلت اتفرج عليه ان انت تتفرج وكل ده مجاني، بتخش تنزل الابلكيشن عادي جدا، هحط لكم اللينك في البايو، وده مش اعلان ولا اي حاجه والله، انا فعلا بحاول اساعدكم زي ما انا كان نفسي حد يقول لي على الحاجات اللي انا بقولها دي، لان انا كنت متلخبطه جدا في الفتره دي، كنت مش عارفه هل هو فعلا امان مش عارف ايه كل ده، واحكي لكم ازاي اتاكدت ان هو امان وفعلا تجربتي الحاجات الحلوه والوحشه. ولكن بشكل مبدئي قلت انا هتفرج على الابلكيشن ونشوف الدنيا فيها ايه. المميزات بالنسبه لي ان هو كان سهل ان انت تدور فيه على اي حاجه. اول حاجه انت بتختار القاره اللي انت عايز تروحها، انا بالنسبه لي كنت عايزه اسيا. بعد ما اخترت اسيا اتفرجت على الفرص اللي هناك، في فرص بتبقى على حسب المجالات اللي انتوا عايزينها، انا بالنسبه لي كنت عايزه اي مجال طالما حلال خلاص، لان في تطوع بيبقى مثلا ان انت تروح تتطوع في بار، في نايت كلاب او كده، او في مكان مختلط زي هوستل ان انت تبقى تبع فندق، فانا ما كنتش حابه الحاجات دي. غير كده في مجالات كتيره جدا، انا كان في كذا حاجه محتاره منهم، منها تيتشنج لانجويجز ان انت تدرس لغه، منها البيبي سيتنج ان انت ترعى طفل، بيبقى على حسب ممكن تلاقي البيت ده ما فيهوش غير مثلا اب وابنه او بنته الصغيره تقعد معاهم، او البيت يبقى فيه ام وطفلتها، ودي اللي انا كنت منجذبه ليها، كانت في اسبانيا تقريبا الفرصه دي. فانت بتفضل تدور على الفرصه اللي انت مناسبه ليك في المجال اللي انت عايزه، ففي مجالات كتيره جدا لو انت مش حابب مجال معين. تاني حاجه ان هو بيبين لك انت مطلوب منك ايه وهم هيوفر ايه ليك، هل السكن والاكل متغطيين ولا لا، او لو متغطيين هيبقى ليك وجبتين ولا 3 وجبات مجانا من التطوع فري. حاجات تانية كتير كنت اتكلمت عنها في فيديوهين قبل كده، بس الفيديو ده هيبقى ملخص اكتر، وفي الاخر هخلي زي فقره اسئله، لان انا اصحابي دخلوا سالوني عن التطوع، هحطها عشان لو الاسئله دي برده في دماغكم اكون جاوبت عليها، ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس هرد عليها ان شاء الله. تاني ميزه بالنسبه لي في الابلكيشن ان في ريفيوز للناس اللي راحت نفس المكان اللي انتوا هتروحوه قبل كده، بتشوفوا صور للناس دي لما اتطوعت كان الموضوع عامل ازاي، بتشوفوا صور من الناس اللي هيستضيفوكوا نفسهم في البلد التانية، المكان عامل ازاي، الشغل بيبقى عامل ازاي. انا بالنسبه لي اتطوعت في اسلامك بوردنج سكول، ان الطلاب كانوا بيقعدوا فيها طول الاسبوع ما عدا الويك اند، فالمدرسين بيبقى ليهم دور قوي جدا في المدرسه. البروجرام بتاعي كان مكتوب فيه ان انا هشتغل 6 ساعات، الاكل متغطي 3 وجبات مجانا، السكن متغطي وفي واي فاي، وكمان هيجوا ياخدوني من المطار، وده اللي فعلا حصل. ويمكن دي كانت اول حاجه طمنتني، لان انا كنت خايفه جدا الموضوع يكون في جزء ان هو مقلب او الناس اللي انا هقابلهم مش كويسين او ان هم مش ملتزمين بالميعاد. انا اول ما نزلت من الطياره بعت لواحده اسمها ريسكا، هي دي اللي انا كنت بتواصل معاها من المدرسه، هي كانت عارفه الديبورتشر بتاع الطياره، مجرد ما طلعت بعت لها قلت لها انا وصلت، قالت لي انا كمان، بعتت لي صوره قالت لي انا موجوده اهو، لقيتها مستنياني بره مع مدرسه تانية ومامتها وجايبين لي العشاء وفعلا ساعتها كان الشعور مختلف قوي، ان انا اول مره اسافر بره البلد، كانت غريبه بالذات ان انا ساعتها وصلت بالليل، فالاكل حتى كان غريب بالنسبه لي، ان هو حاطين حاجه عليه شبه الشعريه كده، فانا ما كنتش فاهمه هو في ايه، كنت فعلا تعبانه جدا لان السفر طويل
قوي من مصر لاندونيسيا، ولكن الموضوع ده طمني ان هم كانوا فريندلي معايا، فضلوا يحاولوا يتكلموا معايا وكده، وكمان هم بيعرفوا يتكلموا انجلش هناك، فالتواصل كان سهل. وصلوني للسكن، وقبل ما نغطي نقطه الامان عايزين نخلص نقطه الفلوس. ايه الحاجه اللي انتوا فعلا هتدفعوا في التطوع، وايه الحاجات اللي عليهم؟ اول حاجه عليكم هي الطيران رايح راجع عليكم بالكامل، وكنت حكيت في الفيديو ده ازاي تقدروا تقللوا من تكاليف الطيران. تاني حاجه لازم تدفعوها قبل التطوع هي مصاريف الابلكيشن. زي ما حكيت لكم انا سافرت في 2024 كانت التكاليف حوالي 2500. والدفع بيبقى ازاي؟ عشان هو هيقول لكم ان المصاريف بالدولار بالديبت كارد. والدفع هيبقى ازاي؟ عشان قبل كده حد سالني ان هو بالدولار ازاي هدفع او كده، بيبقى بالديبت كارد اللي بتشتروا بيه اي حاجه اونلاين. تالت حاجه اللي مش شرط تدفعوها، دي بتعتمد عليكم، هي فيزا البلد اللي انتوا هتروحوا. لو هتروحوا بلد ملهاش فيزا يبقى وفرت على نفسكم. انا بالنسبه لي دفعت فيزا صغيره عشان اندونيسيا بتقبل المصريين من غير فيزا، دفعت فيز صغيره في المطار بس لما وصلت، فولا عملت ورق ان انا اقدم على المكان اللي انا رايحاه ولا دفعت كتير. وهتدفع الفيزا لو البلد طالبه فيزا. هم هيوفروا لك ايه؟ الاكل، السكن، في بروجرامز بتدفع لك البيك اب من المطار ان هم ياخدوك من المطار لحد السكن. كمان اغلب البروجرامز بتوفر لك واي فاي واحيانا كمان شريحه الموبايل، وده اللي حصل معايا. وفي بروجرامز بتدفع لكم التنقلات، زي لو انتوا عايزين تخرجوا حواليكم او لو عايزين تروحوا حتى زي محافظه تانية. انا ده اللي حصل معايا، انا خرجت هناك حوالي يمكن 3-4 خروجات كلهم كانوا مدفوعين بالكامل. الاوبر لو عايزه اي اكل هناك، لو عايزه اي حاجه هما بيدفعوها لي. وكان ليا زي خروجه كبيره بقى، وهي دي اللي انا رحت فيها لجزيره تانية كانت موجوده في الفلوج ده، تقدروا تشوفوها. دلوقتي تعالوا نكمل مع نقطه الامان. هل الابلكيشن فعلا امان؟ انا في الاول اهلي ما كانوش موافقين بسبب حته الامان، اللي هو طالما فعلا التطوع حلو امان كده وبيوفر فلوس، ليه مش كل الناس بتسافر هناك؟ ان فعلا الموضوع امان، وفي اصلا ناس كتير بتتطوع هناك، والمدرسه معروفه جدا وسمعتها حلوه، ومعروفين على الانستجرام بالاكتيفيتيز اللي هم بيعملوها للطلاب دايما كل ده. فالامانه دي كانت حاجه بيرسونال زقتني ان انا اهلي وافقوا اكتر عن موضوع السفر والتطوع. حاجه تانية ان انت بعد ما تدفع الابلكيشن تقدر تتواصل مع الهوست بتاعك سواء كول او فيديو كول، تتفقوا على كل التفاصيل. انا بالنسبه لي زي ما قلت اللي بتعامل معاها كان واحده اسمها ريسكا، اتكلمنا فيديو كول، اتفقنا على حاجات كتير، منها ان هي كانت بتشوف الانجليش بتاعي، ومنها ان انا كنت بسالها على تفاصيل زي السكن، هيجوا ياخدوني امتى، السفر لا الشغل ايه نظامه، الاكل عليا ولا عليهم، وكل ده مع انه مكتوب في البروجرام، بس انا كنت حابه ان انا افهم منها اكتر عشان لو في تفاصيل نبقى مظبطينها وابقى قادره اطمن اهلي على الموضوع اكتر. دي كلها حاجات تساهم ان الموضوع يكون امان. حاولوا تتكلموا فيديو كول مع الهوست بتاعكم، حاولوا ان انتوا تقولوا لهم يجوا ياخدوكم المطار بحيث ان انتوا ما تتوهوش هناك، ما تدفعوش تاكسي زياده. طبعا اطمنوا على المنطقه اللي انتوا هتسكنوا فيها. انا بالنسبه لي كنت قاعده في اوضه لوحدي في سكن مخصوص للبنات اللي بتدرس او بتشتغل اسمه كوس هناك، فالموضوع كان الحمد لله كويس. ودي طبعا ميزه جباره في الابلكيشن ان انت مش بتتواصل مع فريق العمل بتاع وورلد باكرز غير لو في مشكله، يبقى في جزء اسمه هيلب اند سبورت ان انت لو محتاج اي حاجه يساعدوك فيها، ولكن غير كده انت بتتواصل مع الشخص اللي هيستضيفك دايركت، فبتسال عن كل حاجه. دلوقتي تعالوا اوريكم جزء من تجربتي قبل ما احكي لكم الروتين بيبقى عامل ازاي، وتبس عشان تختاروا روتين مناسب بحيث ان انتوا تقدروا تستكشفوا البلد، ما تبقوش رايحين تشتغلوا بس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الروتين بالنسبة لي إن كان في واحدة زميلتي اسمها ليتشا كانت بتيجي تاخدني كل يوم الساعة 6 الصبح بالموتوسيكل. المواعيد لازم تبقى شارب بالنسبة لي وبالنسبة لهم، كنا احنا الاتنين الحمد لله بنلتزم بالميعاد. بتيجي تاخدني عشان نروح المدرسة، كان لازم نحضر اللاين، بس أنا يمكن كان ليا اكسبشن عشان أنا مش من الستاف بتاع المدرسة، أنا متطوعة. أوقات كتير كان بيبقى في وقت إن احنا ناكل الفطار، كانوا بيجيبوا لي الفطار بلاقيه على المكتب أول ما أدخل. أول حاجة بلاش تقبلوا بروجرام الشغل فيه أكتر من 6 ساعات عشان بجد يومكم هيتاكل وهتروحوا هلكانين. انا اللي كنت بشتغل 6 ساعات او اقل كنت برجع البيت هلكانه، بنام لي 2-3 عشان اقدر اريتشارج ان انا اعمل حاجه باقي اليوم. فطبعا لو انت رايح تشتغل 8 ساعات واحيانا في ناس بتزود عن كده فده موت. تاني حاجه في نقطه في البروجرامز بالذات في الزراعه اسمها immediate help، ان انت الشخص اي وقت عايزك فيه تساعده في حاجه انت هتروح له، سواء انت نايم خارج مسافر اي بلد تانية انت عليك ان انت تساعده. فانا بالنسبه لي ما اخترتش اي بروجرام في موضوع immediate help. تالت حاجه حاول تتواصل كتير مع الهوست بتاعك. انا عن نفسي كنا بنتكلم كتير قوي انا وريسكا، كنا بنتكلم فيديو كول وتشات، يعني اللي هو كنا خدنا على بعض وبقينا نهزر عشان انا فعلا كنت عايزه اسال عن كل التفاصيل اليوم وكنت عايزه اتعرف عليها اكتر، بحيث ان انا لما اروح هناك ما كنتش خايفه وما كنتش حاسه ان انا ما اعرفش اي حد، لا احنا كنا اوريدي اتكلمنا كتير فانا فاهمه اليوم عامل ازاي. ودلوقتي هندخل في اخر جزء الاسئله. اول سؤال عندنا، احوش كام عشان اروح السفريه كامله؟ زي ما قلت لزميلتي السفريه كلها انت اللي بتحددها، انت اللي بتحدد هتبقى غاليه ولا رخيصه ولا
البادجت بتاعتها كام. اول حاجه الطيران، كل ما تحجزوا بدري كل ما بيبقى ارخص، وقلت تيبس اكتر في الفيديو ده. تاني حاجه هتدفع فيزا ولا لا. تالت حاجه هتروح بلد اصلا غاليه ولا لا، يعني انت اكيد لو رحت اوروبا هتدفع باليورو، الموضوع هيبقى كتير. انا من الاسباب اللي خلتني اختار اندونيسيا ان العمله بتاعتنا قريبه، فانا كاني بصرف مصاريف العاديه في مصر، بس زياده ان هم بيدفعوا عني السكن والاكل والبيك اب والكلام اللي احنا حكيناه ده كله. طبعا ما تنسوش تخلوا معاكم فلوس احتياطي عشان لو عوزتوا اي حاجه. انا ما صرفتش هناك حاجات زياده غير ان انا جبت حاجات للبيت. السؤال اللي بعده، هل هم بيبعتوا لي ورق يسهل الفيزا ولا انا بقدم على الفيزا الاول؟ انا من تجربتي ومن الحاجات اللي انا قريتها قبل كده ان هم مش بيبعتوا لكم ورق بيسهل ولا اي حاجه، هم ناس قالوا لك احنا تعالى هنستضيفك مقابل ان انت تعمل لنا خدمه، فانت اللي بتظبط الفيزا والورق وكل حاجه، وبتروح لهم وانت ورقك جاهز مخلص نفسك، هم ما لهمش اي دعوه بورقك. السؤال اللي بعده، هل اوروبا اصعب في السفر؟ انا شخصيا ما سافرتش اوروبا، ولكن برضو من الحاجات الفيديوهات اللي انا شفتها، الحاجات اللي انا قريتها، او صحابي اللي سافروا اوروبا سالتهم، اول حاجه هتبقى اصعب هي مصاريفكم هناك، عشان طبعا فرق اليورو من المصري او من اي دوله عربيه. ثالث حاجه صعبتها بالنسبه لي ان انا اروح اوروبا، انا حسيت ان الفرص ما كانتش مناسبه بالنسبه لي، سواء ان انا هقعد في بيت هيبقى فيه اختلاط في ميكس. تخيلوا ان انتوا بمجرد انكم كسرتوا 18 سنه تقدروا يبقى ليكم مكتب خاص بيكم زي انا لما كان عندي ساعه التدريس، وان هم ادوني مسؤوليه ان انا ابقى مدرسه واشرح لفصول كتير، ودي مدرسه ليها اسم من غير اي شهادات ولا ماسترز ولا اي حاجه، مجرد امتحان لغه. الفيديو يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا فعلا استفدتم منه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وابعتوا لاصحابكم اللي عايزين تسافروا سوا، وادوني افكار حلوه للفيديوهات الجايه، ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس ونجاوب عليها في الفيديوهات الجايه.